السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين؟ يا رب تكونوا بخير. ما تنسوش تدعوا العام وتدعوا فلسطين. يا رب انصر فلسطين، يا رب انصر فلسطين واشفع عمرو يا رب. طبعا موضوعين كده على السريع. بعد وزارة الصحة ما أعلنت إن في عاصفة ترابية وطبعا وزارة التربية والتعليم أعلنت إجازة. وكمان في اتحاد الكرة إنهم أجلوا مباراة الزمالك الحرس وبيراميدز والأهلي وبتروجيت النهاردة. بس لسه يشوفوا الأجواء إيه، عشان ما عندهمش وقت إنهم يأجلوا عشان كأس العالم. طبعا الأهلي خلاص بيستعد طبعا لكأس العالم، وعنده ماتش النهاردة، وهيقودوا عماد النحاس ومحمد يوسف. وطبعا عينوا محمد يوسف شؤون اللاعبين، وعماد النحاس مديرا فنيا. وطبعا التشكيلة الأقرب النهاردة هتلاقي معلول وقفشة، ووراه قفشة هتلاقي إمام ومروان، وهتلاقي رامي ربيعة وداري ومحمد الشناوي ومحمد هاني وجردشار وبن شرقي وحسين الشحات. هتلاقي تشكيلة بقى متغيرة شوية عن كولر. وطبعا لما كانت الرابطة أجلت المباراة وخلت إضافة المباراتين على بعض، يبقى بسبب قوة قهرية، لأن في عاصفة وفي حاجات تبع الصحة قالت لا مش هينفع إن الناس تنتشر في الشوارع وكده، كنت داخل ماتشين على بعض. فطبعا ربنا يسترها إن شاء الله. ده الموضوع التاني بقى، الأهلي بيفوض المدرب مش عارف مين، وبيفوض مين، بيفوض مدربين كتيرة، وبيفوض الزمالك يعني مع سيريو بيدور على مدرب تاني، ومعاهم لعيبه افارقه وبيدور على لعيبه افارقه تاني. يعني الاهلي بيلعب بيجي عنده الارقه وبيجيب افارقه تاني. هو موضوعين صغيرين كده، يعني ايه، كلمتين جو في دماغي وقلت هقولهم. هو يعني اتحاد الكوره جايب رئيس حكام مش عارف منين، بيقبض كام، والاهلي جاي بيدور على مدرب جاي هيقبض بكام، واللعيبه بياخد كام، ويقول لك بيأمن مستقبله. واللي اللاعب بياخده في السنه يجوز 10 شباب ويبني لهم بيوت، اللي بياخده في السنة. طيب احنا ليه ما نمنحش الكلام ده؟ ممنوع لاعب افريقي يدخل مصر، ممنوع لاعب من اوروبا يدخل مصر، ممنوع لاعب باستثناء هو الوحيد اللي يدخل مصر ويلعب في الدوري المصري هو الفلسطيني او العراقي بس. غير كده لا، ممنوع. وطلع بقى مواهب. انت بتلعب في الدوري المصري، انت بتلعب في مصر اللي فيها 120 مليون نسمة. مش عارفين نطلع رئيس اتحاد كورة، مش عارفين نطلع رئيس لجنة حكام، مش عارفين نطلع مدير فني يمسك الاهلي. 120 مليون نسمة. مش عارفين نطلع مدير فني يمسك الزمالك ولا بيراميدز. احسن مهاجم في الدوري المصري مين؟ هتلاقي جراديشار وموبايلي اجانب. احسن باك يمين وباك شمال مين؟ هتلاقيهم بنتايج في الزمالك والشيبي في الاهلي في بيراميدز. طيب لو بصيت للفريق انت ده بيضعف المنتخب. يعني انت لو سبت ده ومنحت ان انت ممنوع اللاعب اجنبي من بره، هي اول منتخب وهتلعب وتصفى لعيبه بره افارقه يلعبوا في اوروبا ويلعبوا في افريقيا واول منتخب، ويبقى فيه منافسه. والانديه بقى الشعبيه دي اللي الانديه الشعبيه تنتشر كده في الاقاليم وفي الارياف وفي البلاد وفي مصر كلها. في مواهب كتيره قوي في الاقاليم وفي الحتت دي. هتلاقي لعيبه مش الاشبال بتوع الاهلي والزمالك اللي شفناهم في رابطه الانديه، مفيش واحد يصلح منهم. لا، خش الاقاليم هتلاقي ابن خالي ابن عمي ابن سيد ابن اي حد، هتلاقي لعيبه وهتلاقي فلتات كتيره. وممكن تلاقي زي صلاح وزي ابو تريكه وزي شيكابالا وزي عماد متعب، وتلاقي ناس كتيره. عندنا ناس مدفونه. الاقاليم، جميع الاقاليم على مستوى الجمهوريه في ناس مدفونه حرفيا، اهلها ما بيقدروش يصرفوا عليها، وممكن اهلها يصرف عليها لحد 20 و30 الف جنيه ومش هيقدر يكمل معاه فبيقف. واحد يضحك عليهم، واحد مش عارف ايه، ما يوصلوش، واحد ياخدهم مركز شباب ويقول لك ده انا موديهم الاهلي وموديهم مقاولين وموديهم وادي دجله. فالمواضيع دي هي اللي تلم. بدل ما بتدفع انت الضريبه بتاعك بتصرف عليه كام، او المكافاه بتاعته كام؟ خلاها الضرب ب5 مليون، خلاها ب5. انت بتروح تجيب اللاعب بالشيء الفلاني عشان يلعب في اهلي وزمالك، وتيجي تتفرج على ماتش اهلي وزمالك، وتنقل من ماتش اهلي وزمالك تروح تتفرج على فريق في اوروبا، ريال مدريد وبرشلونه ولا انتر وايسي ولا ليفربول وسيتي ولا
تحس ان انت كنت في ضلمه وطلعت النور. فيا ريتها كوره، يا ريتك بتعرف تتفرج، يا ريت الملاعب عندك حلوه. فتطور دي، هتلاقي فيه مواهب وفيه ناس هتخدمك وهتطلعك وتنقلك للمنتخب. احنا عندنا اللاعب تريزيجيه احترف راح استون فيلا ومش عارف ايه، هاتوه. حمدي فتحي طلع شويه الخليج، هاتوه. لا، احنا بندور على مصطفى محمد نرجعه، ندور على امام عاشور نرجعه، ما بنشجعهمش. لا، بص للمغرب فيها كام لاعب محترف بره، بص الجزائر فيها كام لاعب محترف بره، بص الدول اللي حواليك. مصر اللي بتعلم الدول اللي بره كل حاجه، في تعليم وفي الطب وفي زراعه وفي كل مؤسسه. هتلاقي بره مصر هي اللي عامله، بترسم الطريق وهم بيمشوا وراها. فلازم ناخد بالنا من النقطه دي. مش احنا نروح نجيب رئيس لجنه حكام باستثناء الاجنبي اللي يجي لك هنا، هو الحكم اللي يدير ماتش اهلي وزمالك، اهلي وبيراميدز، زمالك وبيراميدز. غير كده ما تدخلش حاجه اسمها ياخدوا بالدولار وبالشيء الفلاني، وانت مش دوله غنيه اللي تخليك تدفع الفلوس دي. انت استثمر بالفلوس دي. اللاعب بياخده ويقول لك بيأمن مستقبله. بيأمن مستقبله ايه يا عم؟ ده انا عليه قسط خلاط مش عارف ادفعه. بيأمن مستقبله ايه؟ 120 مليون في السنة. 120. هات لي سنتر ولا مول ولا شركة ولا بتوفر 120 مليون في السنة. فيا جماعة برضو يعني في حاجات كده ما ينفعش، لازم تتغير. لازم يبقى في تدخل كده. ونعرف الزمالك عنده أبنائه كتير ويمسكوه ويلعبوا. وتمشي بالقانون. ما فيش حاجة اسمها صغير وكبير، فيش حاجة اسمها اعمل فرق في الالوان، فيش فرق لابس فانلة مين. لا، كل واحد ياخد حقه، وطبق القانون على الصغير قبل الكبير. واعمل لائحة كده، ممنوع تدخل فلان في وقت الفلاني. حاجات كده طبقوها، هتلاقوك نقلتوا الكرة المصرية من زي المغرب. بص على المغرب، بص على السعودية، بص على الفرق دي، على الدول دي، وطبق وهات لوائح واعمل منها. لكن احنا عندنا لا، ما ماشية كده. ربنا يسترها. شكرا، وما تنساش الدعاء لفلسطين، وما تنساش الدعاء لعمرو ان شاء الله يقوم بالسلامة يا رب.